شايفين جمال الألوان الخريفي؟ مين زي بيحب الألوان دي؟ اللون الطوبي، اللون الأخضر الغامق، اللون الأصفر، اللون البيج. الألوان دي بجد تحفة. أنا هنا كنت محتارة مش عارفة اختار الألوان اللي أنا عايزة أعملها النهاردة، فحسيت إن الصور دي ساعدتني جدا إن أنا أحدد مبدئيا الألوان اللي أنا عايزاها. فطبعا بعد مشاورات وبعد تفكير حسيت الألوان دي النبيتي والأخضر والأصفر أكتر ألوان حلوة وتليق مع مجموعة الخريف، وهي دي اللي هنعملها النهارده. هنعمل ستوري تايم وهنعمل مع بعض مجموعه الخريف. والستوري تايم بتاعت النهارده هيبقى فيها فضفضه. اعتبروني اختكم الكبيره، اعتبروني حد اكتر منكم خبره في البيزنس، فمعلومات بجد هتفرق معاكم وهتساعدكم جدا وانتوا بتعملوا البيزنس بتاعكم او بتبداوا. الناس اللي ما بتعرفش تقول لا وعايزة تفتح بيزنس بتاعها، او الناس اللي ما بتعرفش اصلا ترفض، الفيديو ده بجد عشانكم. انا هقول لكم النهارده ازاي تقولوا لا وتقولوها وانتم مرتاحين من غير ما تحسوا باي ذنب او تعذيب ضمير. بس تعالوا اقول لكم النهارده هنعمل ايه. هنعمل زي ما قلت الشمعة، اللي هو الشكل القالب اللي انا وريته لكم بتاع الورد. هعمله بالثلاث الوان اللي احنا اخترناها. هنمزج شمع النخيل مع شمع القمق. وطبعا زي ما انتوا عارفين وتعودتوا خلاص على ستابس ان انا بخرم القالب ولازم بسخنه، وببتدي الاول ان انا اسيح شمع القمق وبعدين بضيف شمع النخيل والالوان. الخطوات سهلة جدا، بس موضوعنا النهاردة هو ازاي نقول كلمة لا وازاي ما نحسش بالذنب واحنا بنقولها ويكون ضميرنا مرتاح. وهو ده حاجة مهمة جدا في الشغل، وممكن تكون من اهم النصايح اللي هتسمعوها في قناتي او هتسمعوها بوجه عام في حياتكم كلها. انا عارفه قد ايه انتوا بتحبوا ستوري تايم وبتحبوا ان انا احكي وافضفض معاكم، عشان كده الفيديو ده هيبقى مبدئيا كده فضفضه من القلب، وهحكي لكم على حاجات مهمه جدا لازم تاخدوا بالكم منها وانتوا بتعملوا البيزنس. بصوا بقى، لو انتوا حاسين بقلق او مش مرتاحين ولو حاجة بسيطة او حاجة صغيرة كده، بس قلبكم بيقول لكم ان احنا مش مرتاحين او انا مش عايز مثلا اعمل الاوردر ده او ادخل في البيزنس ده، فانتوا الباص، انتوا اللي تقرروا. ده البيزنس بتاعكم وده مشروعكم ودي حاجة اللي انتوا مسؤولين عنها. انا مسؤولة عن المشروع ده، فانا عندي الحق والقرار يرجع لي ان انا اقول لا، ان انا ما اتعاملش مع شخصيه معينه، ان انا ما اقبلش اوردر معين لو انا حاسه ان انا مش مرتاحه. في حاجه كده اسمها الجوت فيلينج او الحاسه السادسه ممكن نقولها، وفي ناس كانوا بيقولوا ان هي عند الستات اكتر من الرجاله، بس انا شايفه ان هي موجوده عندنا كلنا. هي سنسور كده، ربنا بيحط السنسور ده جواكوا يقول لكم الشخص ده ما تأمنلوش قوي، او البيزنس ده ما فيهوش خير ليكو. فهو فعلا كلمة انا مش مرتاحة او انا مش مرتاح دي كفيلة ان انتوا تقولوا لا وتوقفوا البيزنس ده او توقفوا الاوردر ده. ده مشروعكم وده رزقكم، ودي حاجة مهمة جدا لازم تفهموها. والقرار برضو يرجع لكم، انتوا مش محتاجين تبرروا لحد ولا تقولوا لحد احنا مش عايزين عشان 1 2 3. انتوا بس مجرد ان انتوا مش عايزين تتعاملوا مع شخصية معينة او مع اوردر معين هتقولوا لأ من غير ما تدوا اسباب. هترفضوا بذوق، هترفضوا بأدب. يعني ممكن تقولوا انا عندي الفترة دي بيزنس اوردرات كتير فانا بعتذر، او ان انا مثلا الفترة دي بصراحة مشغولة شوية او مشغول شوية. مش محتاجين تدوا اسباب كتير. انا اللي كنت عايزة اقوله او اللي خلاني اقول كده، لان انا اول ما ابتديت شغل حصل معايا موقف انه كان في، طبعا انا ببتدي بعمل حاجات بالجملة، ولو دخلتوا على القناة عندي هتلاقوا ان انا بعمل توزيعات ممكن توصل ل 500 توزيعة، ممكن توصل لاكتر او اقل، وساعات ببعت للشركات وكده. فانا عندي البيزنس ما شاء الله يعني الحمد لله بعمل توزيعات وبكميات كبيرة. فايه اللي حصل؟ الموقف كالاتي: كلموني الشركة وقالوا لي ان احنا في السعودية وعايزين ناخد منك بالجملة وكميات كبيرة. وطبعا عملوا لي بروبوزل وادوني زي مبدئيا السعر هيبقى كام، والطريقه بتاعتهم كانت بروفيشنال جدا. فانا طبعا في الاول كنت حاسه انه اوكي وتمام، وانا اصلا عندي صحاب في السعوديه وبتعامل معاهم كتير وكده، فالموضوع بالنسبه لي ما كنتش مستغرباه قوي. هما لما بعتولي قالوا لي احنا محتاجين كميه كبيره، كانت فعلا كميه كبيره، وقبل ما تبعتلنا الكميه دي محتاجين نشوف عينه اللي هي السامبل.
وده عادة في شغلي مسموح بيه عادي، لان انتوا طبعا بتدفعوا مبلغ كبير، فعادي والطبيعي ان انتوا تطلبوا عينة، بتحصل. المهم، فلما طلبوا عينة كبيرة مش عينة صغيرة. يعني احنا لما بنتكلم بنقول عينة مفروض تبقى 10 15 20. هم طلبوا رقم كبير من العينة من الشموع. فطبعا بالنسبة لي انا كنت حاسة ان الرقم ده كبير قوي، هيبقى مصاريف عليا. فانا قلت لهم ان انا مش هحط فلوس المجهود بتاعي انا او الربح بتاعي انا، بس ان انتوا تحولوا لي بس المواد الخام اللي انا هستعملها. يعني هتبعتوا لي سعر الشمع وانا هبعت لكم عينة من غير ما اضيف ارباح بتاعتي. وده في البيزنس بيعتبر حاجة يعني فير، يعني ده حقكم، لان انتوا هتصرفوا على المواد الخام دي، هتجيبوا الشمع والفتيل والكوبايات والقوالب وكده. فطبيعي ان انتوا تطلبوا مبدئيا الحاجات الخام السعر بتاعها. فهو ده فعلا اللي حصل. طبعا في الاول ما كانوا رافضين، وبعدين ريديو وقالوا لي اوكي هنحولهولك بس بعد لما نستلم. هنا نقلت، لانه عادة لو هي شركة كبيرة ومحترمة وبروفيشنال بيبقى يا اما بيبعتوا لي المبلغ كله وببعت لهم، او بيبعتوا لي نصه وبيبعتوا لي النص التاني ساعة الاستلام. بس ما فيش حد بيرفض الا لما يستلم، وخصوصا ان هو هيتباعت شيبمنت ابرود، يعني هو مش موجود حاجة محلية، لا دي هتتباعت بره البلد. فالطبيعي ان هي تكون شوية في flexibility اكتر من كده، او ان هو يسمحوا ان هو ما يبعتوا لي فلوس قبل ما يوصل لهم الاوردر. فانا اعتذرت لان انا قلقت، قلت لهم لا انا بعتذر، انا مش دي طريقة شغلي. انا طريقة شغلي ان انا يا اما تبعتوا لي المبلغ كامل قبل ما ابعت الشحنة، او ساعتها بتبعتوا لي نص المبلغ، وبعدين بعد لما تستلموا الشحنة بتبعتوا لي النص التاني. وخصوصا برضو هنا في حاجة برضو كانت غريبة، ان هم قالوا لي ما تبعتلناش انتي مع DHL او مع اي وسيلة كورير يعني، او اي حد شحن. احنا هنتصرف وعندنا الناس معينين هنتعامل معاهم، هيجيلك مندوب ياخد هو الاوردر وهيوصله لنا. فطبعا في الحالة زي دي انا مش هقدر اثبت حاجة، لان انا مش انا اللي بعتها، مش انا اللي عاملة بوليسة الشحن. ما عنديش اي خلفية هتوصل امتى ولا هتوصل ازاي ولا اي حاجة. فانا بالظبط بدي البرودكت بتاعي او بدي الشمع لحد انا مش عارفة هترسى على ايه او مع مين. فدي تاني حاجة كده عملت لي ريد فلاج. المهم قلت لهم خلاص انا بعتذر، يا اما تبعتولي زي ما قلت لكم، يا اما تبعتولي في الاول نص المبلغ ولما يوصل لكم تبعت لي النص التاني، او ان احنا لما تبعتولي المبلغ كله دلوقتي قبل ما ابتدي شغل. تقريبا قعدوا اسبوعين، او على الاسبوع التاني قالوا لي خلاص احنا موافقين. انا اصلا كنت ساعتها توقعت ان هم خلاص هيرفضوا وما اديتش اهتمام للاوردر، يعني خلاص قلت ان هم هيرفضوا فشلته اصلا من حساباتي. بس لقيتهم بيبعتولي بيقولوا لي خلاص احنا موافقين، هنبعت لك مبلغ في الاول ولما تشحني هنبعت لك المبلغ التاني. قلت لهم اوكي. بدأت ان انا ابتدي بالاوردر. مفيش اي حاجة جت، مفيش فلوس اتنقلت لحسابي، مفيش اي بنك ترانسفيرز، مفيش اي حاجة. فرحت بعت لهم قالوا لي لا احنا اوريدي بعتنا، وبعتوا لي زي ورقة كده بتثبت ان هم بعتوا المبلغ ده. طبعا انا بالنسبه لي انا ما وصليش حاجه، البنك اكاونت بتاعي فاضي، مفيش اي حاجه تثبت ان انتوا بعتوا غير الورقه اللي انتوا بتوروها لي. فانا بالنسبه لي الاوردر برضو اون هولد لغايه لما اتاكد ان الفلوس اتبعتت لي. وهو ده فعلا اللي حصل. يعني هم لما كلموني على اساس ان مندوب الشحن يجيلي قلت لهم لا لغايه لما الفلوس تنزل في الحساب. انا ساعتها بقى السنسور ده كان بيدي الوان اللي انتوا عايزينها، احمر واخضر واصفر واورنج وكده. يعني كنت حاسه ان انا خلاص مش مرتاحه، قلبي مش مرتاح، حاسه ان في حاجه غلط، الناس دي مش مظبوطه، شكلهم بروفيشنال بس في حاجه غلط. قررت ان اعمل سيرش بالاسم بتاعهم على اليوتيوب او على جوجل اشوف. ما لقيتش اي حاجه او معلومات عنهم، محدش لا شاكر فيهم ولا حد زامن فيهم ولا بيقول ان هم سكام ولا هم شركه او لا. فانا ما فهمتش قوي، يعني ما بقيتش عارفه
ادور على معلومات، وخصوصا ان هم مفهميني ان هم شركة كبيرة وان هم يعني حاجة معروفة في السعودية. فانا بالنسبة لي برضو ده كان علامة استفهام كبيرة. جالي مندوب وقال لي ان انا من شركة كذا وان انا مفروض استلم منك عينة. طبعا انا بالنسبه لي كنت خضيت ان انا اوريدي ما استلمتش، واوريدي مبعت لهم ان انا مش هسلم اي حاجه لغايه لما يوصلني الفلوس، فانتوا بعتلي المندوب على اساس ايه؟ وخصوصا ان احنا ما اتفقناش على ميعاد. المهم طبعا رفضت، والمندوب جه وقال لي المفروض ان انت تسلمي. قلت له لا انا مش هقدر اسلم. لقيت المندوب بيتخانق معايا انه ازاي ما تقدريش تسلمي وانتي متفقه معاهم وانتي كده بتضيعي الوقت وده مش بروفيشنال وانتي ما اعرفش ايه. فما بقتش فاهمه ان هو انت مندوب شحن، انت تستلم بالشحنه وبتوصلها، فانت ليه متضايق قوي او واخد موقف؟ بس ما فهمتش يعني الفكرة في الاخر. وبعدين قلت هو في ناس معقولة بتفكر ان هي تسرق شمع؟ يعني حتى البيزنس بتاعنا مش حاجة يعني تستاهل كل ده، هو ليك فيه كده يعني؟ فقلت له انا اللي موجود عندي دلوقتي عملت بس 20 قطعة. قلت له يعني السامبل اللي انا هبعتها 20 قطعة، قبلت بيها ماشي، ما قبلتش خلاص، انا شايفة ان السامبل كده كفاية جدا. تمام. قال لي لا هاخدهم. وفعلا اديته ال20 سامبل. وطبعا انا كنت عامله كميه اكبر، بس هو دول ال20 اللي كان عندي، فاديته ال20. بعد كده ما سمعتش عنهم اي حاجه خالص. او مبدئيا مفيش كونتاكت على الايميل، ما بعتوليش الرقم الواتساب اللي كان بيبعت لي وبيرسلني تقريبا يوميا باستموات او بيكلموني عليه، ما بقاش بيرسل ولا يستقبل. بتهيالي كده اتعمل لي بلوك. مفيش بقى خالص، الايميلات ما بتتردش عليها، التليفون ده مقفول او مش شغال يعني. وكده فهمت ان هي يعني نصبايا. لغاية دلوقتي مش فاهمة ليه حصل كده، ومش عارفة ليه كانت من السعودية، يعني ليه خط من السعودية. هل هم اصلا موجودين في مصر وفهموني ان هم من السعودية؟ انا لغاية دلوقتي صدقوني مش عارفة. وده كان في بداية الشغل في الاول خالص، فكنت حاسة انه لا، كلمة لا دي مهمة، وقدرتكم ان انتوا تقولوا لا لو في شخص مش مرتاحين له او حاجة مش عاجباكوا، دي مهمة جدا. في ناس هتلاقوها بتقعد تفاصل في الاوردرات، في ناس هتلاقوها مش عايزة تدفع ديبوزيت، في ناس هتلاقوها عمالة مستعجلة وطريقتها مش لذيذة، فيها قلة ذوق شوية. في ناس هتلاقوها مش واخدة موضوع الشمع او شغلكوا سيريس، وعمالة بتقلل منه ومن اسعاركوا. كل الناس دي بكل بساطة انا بعتذر، او ما عنديش وقت اعمل لحضراتكم الاوردر بطريقة سموث جدا، بطريقة سهلة جدا، مش ايه فيها قلة ذوق. وبالعكس انتوا لما ترفضوا ده لمصلحتكم ومصلحتهم، لان انتوا مش عايزين تحطوا نفسكم في موقف ان هما ما يستلموش الاوردر، ان يبقى في مشاكل في الدفع بعد كده، ان هما يكون في طريقتهم بايخة في الكلام او في المعاملة. فانتوا بتوفروا على نفسكم حاجات كتير قوي، وفي نفس الوقت بتحموا السلام الداخلي بتاعكم، لانه المفروض الشغل ده يكون حاجة بتوفر لكم الدعم النفسي والدعم المادي، مش بتعمل لكم ازعاج او مضايقة. فعشان كده بقول لكم من اهم الدروس اللي هتاخدوها او اتمنى تكونوا خدتوها من الفيديو ده، هو ان انتوا تقولوا لا وترفضوا. وبجد هتفرق معاكم في النفسية بتاعتكم، حتى لو انتوا من الناس اللي ما بتحبوش ترفضوا او تكسروا بخاطر حد. صدقوني في البيزنس لازم تبقوا الشخص اللي عارف حدوده وعارف امكانياته ويقدر يقول لا لما يكون مش مرتاح. طيب هنا هيجي سؤال مهم جدا، وهو ازاي اصلا نقول لا؟ يعني في ناس بتبقى حاسة يعني انه موضوع ان انا ارفض حاجة ده كأني برفض رزق، او انا لما اقول لعميل ان انا مش هعمل لك الاوردر بتاعك فده كأن انا بقول ان انا رزق جالي وانا رفضته. برضو في ناس بيبقى عندهم انه عشان تطلب اوردر او عشان تطلب طلب من حد بياخد منها دي طاقة كبيرة جدا، مش بتحب تطلب من حد. فلما حد يطلب منها فبالنسبة لها بتبقى كأنه عمل حاجة اكسترا او عمل حاجة يعني غصب عنه
او حاجة كبيرة بالنسبة له. فصدقوني لا، مش كل الناس زيكم. انا من الناس اللي عندي صعوبة ان انا اطلب المساعدة من حد او اطلب طلب من حد، فببقى متوقعة ان الناس كلها زيي، بس مش الناس كلها زيكم. في ناس بتستسهل، في ناس بتبقى مستغلة جدا، بتطلب الطلبات وهي عارفة ان الشخصية بتاعتك كده او بتاعتك كده، علشان عارفة ومتأكدة ان انتوا هتنفذوها. فاتمنى انه مش بتكلم دلوقتي على البيزنس بس، اتمنى في حياتكم عامة اي طلب بيجيلكوا وانتوا مش عايزين تعملوه او حاسين ان هو بيتعدى على حدودكم وعلى سلامكم النفسي، ارفضوا وابتدوا دايما بحاجات صغيرة، ومع الوقت هتلاقوا نفسكم مرتاحين اكتر وانتوا بترفضوا وبتقولوا لا. وبالنسبة للناس اللي سألت على ايه هي الوان الشموع، انصحكم تتفرجوا على الفيديو ده فيه كل التفاصيل. وفي اخر الفيديو عايز اقول لكم انتوا الباص، اعرفوا حدودكم كويس، اعرفوا اللي ليكوا واللي عليكوا، والمشروع ده هو مسؤوليتكم فحاولوا تنجحوه. في نفس الوقت سلامكم النفسي مسؤوليتكم برضو، حافظوا عليه.